في دروب نازل هناك يا صاحبي، يلا نروح له. يلا يا صاحبي نروح له. هي دي المذاكرة يا روح امك، قاعد تلعب ببجي؟ يا ماما ده انا مدفع الكتاب من الصبح، يا دوب لسه سايبه بلعب شويه وفك عن نفسي. والله يا ابن الموكوسه طول ما انت ماسك التليفون ده انا مش مرتاحه لك ابدا ولا هتنفع. فلا الله ولا فالك يا ماما، ليه بتقولي كده بدل ما تدعي لي؟ طب ما انا بدعي لك يا ضنايا، بس انت لازم تذاكر، من جد وجد، وانت لازم تذاكر وتتعب علشان خاطر تنجح وتجيب مجموع كويس. ده ابوك حاطط كله امان عليك، اوعى تخيب بظني ولا ظن ابوك. مش عايزك تقلقي يا ماما، انا هكون عند حسن ظنكم ان شاء الله، بس سيبيني العب شويه. يا ابني تلعب ايه ده، انت فاضل لك يومين على الامتحانات. ذاكر دلوقتي واتعب يا ابني علشان خاطر ترتاح بعدين. يا ما نفسي ابقى بعدين دي علشان اشوف الراحه اللي بتقول عليها. قول لي يا حموكشه، انت مذاكر كويس النهارده ولا لا؟ اه يا عم انا مذاكر كويس الحمد لله، وان شاء الله الامتحان هيجي من حاجات اللي انا مذاكر منها. وانت مذاكر ولا لا؟ انا يعني نص نص، مش قوي. انا عايزك بس تبص لي كده في اللجنه وترمي لي سؤال ولا اتنين. اخوك اليومين دول ما كانش عارف يذاكر وعنده ارهاق. والله يا برشامه هحاول كده. لو وقف علينا الاستاذ صالح النهارده اللجنه هتكون موت، ربنا يستر. انا هغمز لك كده يا حموكشه يا صاحبي، بس عايزك تاخد بالك معايا عشان اخوك ما يسقطش. اديك شايف والله العظيم هروح في داهيه. خلاص يا برشامه، انا ما يرضينيش برضه ان صاحبي يسقط، ما تقلقش مش هقصر معاك. والله العظيم انت كفاءه يا حموكشه، تسلم لي يا صاحبي وربنا ما يحرمنيش منك. هو الصاحب اللي عند صاحبه ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله أول يوم في امتحانات آخر السنة. أتمنى كده يكونوا كله مذاكر ومحدش يبص جنبه، دي أول التعليمات، علشان اللي همسكه بيبص جنبه هسحب منه الورقة وأعمل له محضر غش. ومفيش حد فيكم ياخد أدوات من حد، كل واحد يبص في ورقته ويركز. اللهم بلغت اللهم فاشهد. ودلوقتي هنبتدي بتوزيع الورق. ده انت استاذ غيتت، ما بتسيبش الواحد ياخد حتى نفسه. حد بيقول حاجة؟ لا لا ابدا يا استاذ، احنا بنقول يلا ابدا وزع الورق عشان الوقت. يلا بعد ما وزعت الورق كل واحد يبص في ورقته. بسم الله. السؤال الاول بيقول: من هو الذي قتل قليبر؟ يا دي الحوسه، ده انا كنت لسه فاكر السؤال ده وكنت براجعه قبل ما اجي. اللي حصل لي بس اما اشوف الواد حموكشه. السؤال الاول، اختر الاجابه الصحيحه. من هو الذي قتل قليبر؟ الله، السؤال ده سهل جدا وكنت لسه براجعه قبل ما اخش الامتحان. السؤال الثاني، حموكشه حموكشه هات السؤال الاول. الصوت، أنا سامع صوت. حموكشه السؤال الاول الاجابه رقم 3. الحمد لله السؤال الاول كده خدته من حموكشه، عقبال يا رب بقى الامتحان. السؤال الثاني بيقول: من هو صاحب مذبحه القلعه؟ ايوه السؤال ده انا عارفه، هو محمد علي. يس. السؤال الثالث بيقول: من هو آخر السلاطين الدولة العثمانية؟ يا لهوي الأسئلة كلها بتطير من دماغي، أنا مش عارفة أركز. السؤال ده أنا كنت عارفه. أما أنده على حموكشة بقى. حموكشة يا حموكشة هات السؤال الثالث يا حموكشة رقم 1. هات ورقتك يلا بسرعة، أنت بتغش وأنا شايفك. لا يا أستاذ، ده أنا كنت بقول اديني المسطرة بتاعتك علشان أسطر بس. أنت كمان بتكذب، أنت لازم أسحب منك الورقة ويتعمل لك محضر. لا والنبي يا أستاذ بلاش تعمل لي محضر، لأحسن أنا هسقط وأبويا هيضربني في البيت، ده أنا أبويا متحلف لي. أنت لازم يتعمل لك محضر عشان تكون عبرة لبقية زمايلك. يا أستاذ أبوس على راسك يا أستاذ صالح، سماح المرة دي مش هغش تاني. الهدف من الفيديو يا أولاد إن الغش عمره ما كان هو الحل، لازم تذاكر وتجتهد علشان تنجح وتبقى حاجة حلوة يفتخر بيها أبوك وأمك. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان القناة واقعة خالص، يا ريت تعملوا لايك وتعملوا شير لكل أصحابكم.